السلام عليكم ورحمة الله واهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لومي لومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايالكم النهاردة بحلقة كل الستات بتحبها، تفريزات. هل احنا مش بنفرز غير في رمضان بس؟ لا طبعا، التفريزات تفرزيها في اي وقت يا ست الكل. رايحة مصيف، عندك فسح بقى في الصيف، مش فاضية ان انتي تقفي في المطبخ 10 ساعات عشان تعملي طبخه ولا تعملي اكله، لا، كل حاجه تبقى موجوده عندك في تلاجتك، تطلع على السوا على طول واجري اتفسحي وروحي النادي وروحي البحر وتعالي ونامي واصحي براحتك. ليه؟ انتي نايمه وفي بطنك بطيخه صيفي، انتي عندك اكلك في التلاجه يا ست الكل. بصوا بقى انا النهارده جايبه ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده، جبت باميه. الباميه في منها كبير وفي منها صغير زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هقعد انقيها، هطلع الصغير عشان اعمل بيه البيرامات والطواجن، عشان الحاج بقى يتبسط مني بقى. الحاج صاحب البيت يا جماعه لازم نكرمه بقى بطبق باميه بالعكاوي كده. فهنقي له الباميه الصغننه. اما الباميه الكبيره فانا برضو هطلعها على جنب عشان اعمل منها الويكه اللي الحاج صاحب البيت ما بيحبهاش. احنا بناكلها مع نفسنا بس هو ما بيحبهاش، فانا هعمل لنا اللي احنا بنحبه وهعمل له اللي هو ايه بيحبه. جايبه طبعا كميه لا حصر لها من الملوخيه. طبعا الملوخيه دي مغسوله من بالليل ومتصفيه، انا ما نشفتهاش قوي لان هوريكم دلوقتي انا بفرزها ازاي. انا ما بقعدش اخرج بالمخرطه، خلاص الكلام ده كان زمان. دلوقتي في حاجه اسمها كبه، فغسلها من بالليل. دول حوالي 10 كيلو ملوخيه او 5 كيلو بعد التقطيف يعني. معايا هنا كميه حلوه من البدنجان. البدنجان ده هخلله او هملحه بالخل والثوم، تمام، وهحطه في علبه وهسيبه في التلاجة جنب الاكلات بقى والحاجات بقى، واخدين بالكم. اما بقى كميه البصل دي ما تقولوليش ايه يا لومي، يعني هي جت على شويه البصل اللي احنا هنفرمهم. جت على شويه البصل. انا بالنسبه لي اقعد اقشر في بصل وادمع واقعد بقى اقشر وافرم واوسخ الكبه، ما هطلع مواعين. طب ما انا اعمل كل ده واسيبه في الفريزر، اطلع اخد حته صغيره على البوتاجاز على طول وخلصنا. لما في ايدك ان انت تخلصي خلصي، ما تبقيش كسلانه. بصوا انا هنا جبت 10 كيلو بصل، جبت 5 ابيض. ده بقى عشان التتبيلات، لان كل التتبيلات بتحب البصل الابيض. اشمعنى يا لومي؟ اولا في ميه كتير واحنا دايما بنحتاج الميه بتاعت البصل للتتبيلات. التفل برميه استحاله، بدخله برده في الاكلات التانيه. بشيل التفل على جنب وبشيل الميه على جنب. ايه ده بتشيلي ميه البصل؟ بشيل ميه البصل. حاجه كمان، مش حابه بقى تعصري ميه بصل والكلام ده كله، تقدري جدا تسيبي البصل الابيض في الباسكت بتاع البصل والثوم عادي. كل ما تحتاجي تتبلي حاجه تاخدي منه عادي. ده مش كل يوم بنتبل احنا يعني، بس انا بحب برضو افرط. انا بحب الحاجه تبقى جاهزه معايا، انتوا عارفين يعني. فلفل الوان تلاقي، ثوم تلاقي، بصل تلاقي، ملوخيه تلاقي، طماطم تلاقي، خلطه محشي عشان حماتي لما يجيلي اعمل له محشي يبقى جاهز واعرف اقعد معاه. لازم نبقى جاهزين. خليكم معايا عشان نشوف هنعمل الليله دي ازاي. انا هبتدي بالحجم الكبير اللي هو الويكه. في ناس كتير جدا ما تعرفهاش وانا ما اعرفش ازاي بصراحه، بس انا هعرفها لكم. الويكه دي اكله صعيديه صرف. بننقلها الباميه الكبيره اللي زي دي، وفي اكبر كمان بس انا ما عرفتش اتحصل غير على الحجم ده بصراحه. تمام، بنعمل ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده، بناخد الجزء اللي فوق ده ونروحوا عاملينه كده. سهله جدا. وبالسكينه الحاميه بروح مقطعاها طرنشات رفيعه جدا بالشكل ده. بلاش نخلي السمك بتاع الباميه تخين علشان ما تعذبناش واحنا بنضربها. واخر حته البسبوز اللي تحت ده ما بنحطوش. تاني واحده كمان اهي، بنشيل ده ونرميه، وبطرف السكينه بنقشط الباميه بالطريقه دي اهو. شايفين؟ بصوا السمك رفيع ازاي على طرف السكينه. لعبه حلوه قوي وانتي قاعده تتفرجي على المسلسل بتاع الساعه 7، تعملي كوبايه شاي وتقعدي تقطعي الباميه الويكه بتاعتك. انا بحب تقطيعها قوي. طيب بالنسبه بقى للحجم الصغير اللي انا لسه بكلمكم عنه اهو، ده بقى ايه؟ حجم الطواجن. طاجن الباميه باللحمه الضاني. بصوا كل ما تصغري كل ما يبقى احلى. طيب دي بعملها ازاي؟ مختلفه طبعا عن الباميه التانيه. دي بنجيبها من هنا بعد طبعا ما انا غسلها من بالليل، لان بعد ما بتقمعيها ما ينفعش تغسليها. اهو شايفين؟ نخلي شكلها متقمع. احنا بنقول عليها بنقمع الباميه، شكلها متقمعه اهي ومتلمعه. خلاص
ادي واحده كمان عشان بنانيتي الجميله الصغننه اللي لسه داخلين على مرحله جواز تعرف تعمل لجوزها باميه. ها، ما تعتمدش على ماما تعمل لها. هخلص الكميه دي كلها بالطريقه دي وهرجع لكم تاني اوريكم انا عملتها ازاي. ادي اول فقره خلصت، خلصت الباميه. بصوا طلعوا لي شويه ويكا. قد ايه ويكا؟ انتي تحبي الويكا وهتاكلي ويكا؟ لا ده عايزه مسدس؟ حاضر بس لا نخلص الويكا. ده طب استنى، اوعى ترش هنا، لا بره بس في البسين. هنحط بقى ايه زي ما هي كده. انا بس هوريكم ايه بعملها ازاي. بصوا يا جماعه، ادي اول كيس بعمله ازاي. بفرده كده بحيث ما ياخدش كمان مساحه. بطلع منه الهواء بالمنظر ده وبعدين بلفه كده. الحركه دي تطلع الهواء على طول هنا اهو، وهيترصوا فوق بعضهم مش هياخدوا اي مساحه في الفريزر. ودي نفس القصه، هخلصها كلها وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعه، الكميه بتاعت الويكا طلعت لي 4 اكياس وطلعت لي كيس واحد طاجن باميه. ليه؟ طلعوا بقى من ايه الكلام ده؟ طلع من 3 كيلو باميه. هبتدي بقى دلوقتي اخش على الملوخيه. دلوقتي بقى هنبتدي نجهز مع بعض البدنجان. اول حاجه انا بجيب البدنجانيه الصغيره دي المقطقطه دي اللي يا دوب تاخديها على بق واحد اهو، بتبقى شكلها صغنطط كده وجميل. تمام. بعمل ايه؟ بشيل الطربوش اللي فوق ده، بيطلع كله كده زي ما هو وزي ما انتم شايفين، وبروح عامله فتحه كده اهو من الجنب، فتحه صغيره ما تنزليش بالسكينه لتحت قوي، واحطها في الحله واخد غيرها بالطريقه دي اهو اهو اهو. بصوا شكل البدنجانية عسل اهو. احط الكميه دي كلها في الحله. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد البدنجان ده نروح على الحوض، هديله شطفه حلوه قوي مره واثنين وثلاثه، وبعدين اغطيه بالميه واحطه على النار. البدنجان دلوقتي على النار، اقعد ساكته؟ لا، يلا بينا نبتدي نشتغل في الملوخيه. الملوخيه معايا من امبارح، انا غسلاها ومصفياها في المصفى كده زي ما انتم شايفين. صفت الميه اللي كانت فيها. طبعا الغمقان ده مش معنى ان هي متوسخه، لا، ده الملوخيه بطبيعه الحال حديد، فلون الميه لازم يبقى كده. لكن انا غسلاها كويس جدا ونقعتها في الميه كويس قوي قبل ما ابتدي اشتغل فيها. هاخد بقى شويه منها بالمنظر ده كده في الخلاط. دي الطريقه بقى اللي انا معتمداها في تفريز الملوخيه. محدش يقول لي ازاي لا دي تطلع معرفش ايه، ده انا هفرز معاكم الملوخيه دي، ولما اجي اطبخها هطبخها معاكم عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. كل الملوخيه اللي عدت الفترات اللي عدت دي كلها انا بفرزها بنفس الطريقه. هنملى الشفشه بالطريقه دي، وهحط شويه ميه، حاجه كده ما تتعداش نص كوبايه ميه، بس علشان تحرك الملوخيه بتاعتي في الخلاط. كده زي ما انتم شايفين انا ضربت الملوخيه بتاعتي جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا في كل مره كنت بزود بق ميه وشويه ملوخيه، يعني مش كل حبه احطهم هم اللي بطلعهم، لا طبعا كل ما الحبه الاولانيه خلاص يقربوا يتفرموا اعمل ايه؟ اخد كبشه ملوخيه تانية واحطها واحط بق ميه كمان لحد ما عملت الكميه دي كلها. هبتدي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ هجيب الكيس بتاعي اهو واحطه في المج ده كده علشان ابقى عارفه الكميه اللي انا هستخدمها قد ايه، وابتدي اصب. شايفين الملوخيه نازله عامله ازاي؟ طبعا الكميه على حسب اللي انت عاوزاها، يعني شوفي انت بتعملي قد ايه في المره وتحطي الكيس بتاعك على قد كميه الملوخيه اللي انت بتستخدميها، وتحاولي ان انت تطلعي الهواء كويس جدا من الكيس وتربطي كيس الملوخيه من الطرف اللي فوق كده اهو. شايفين انا عملت ايه؟ وهبتدي افردها في الكيس بالشكل ده، وهتتشال بنفس الوضع ده وهتتجمد بنفس الوضع ده، فبالتالي مش هتاخد معايا اي حيز في درج الفريزر.
كده انا خلصت الملوخيه زي ما انتم شايفين. بصوا طلعوا معايا 10 اكياس، معنى كده اني 10 كيلو ملوخيه عملوا لي 10 اكياس، يعني 10 طبخات. 10 مرات هعمل فيهم ملوخيه من غير لا تعب ولا مجهود ولا اقطف ولا اغسل ولا افرم ولا اي حاجه. هطلع الكيس على الشوربه وهتشوفوا وانا بسويها ازاي. ده شكل البدنجان بعد ما استوى زي ما انتم شايفين كده. بحطه في مصفى اسيبه يتصفى خالص ويبرد خالص علشان ابتدي احشيه. شايفين الخطوه اللي انا بفتح فيها البدنجان وهو لسه ني بتسهل عليا جدا بعد ما يستوي. ما تضطريش بقى ان انت بعد ما يستوي تقعدي تفتحيه كده. بصوا البدنجانيه عامله ازاي، لا مهريه ولا جامده، بخليها نص نص. تمام. طبعا البدنجان يعني ليه كذا طريقه. في ناس بتحب تقليه الاول وبعدين تحشيه، انا ما بحبش الطريقه دي، بحسه بيبقى تقيل قوي. لكن هو مسلوق كده يعني بحسه بيبقى احلى واخف بكتير من البدنجان المقلي وبعدين يتحشى توم. خليكم معايا بقى عشان اوريكم سر الخلطه اللي انا بعملها للبدنجان بتاعي. يلا بينا بقى نحشي البدنجان بتاعنا او نملح البدنجان. انا عندي هنا خلطه قديمه كنت شايلاها، يعني كنت بملح بدنجان وزاد مني شويه فحطيتهم في البوله دي. هكمل عليهم علشان احشي البدنجان الجديد. عرفتوا ليه الحاجه ما بتترميش وبتنفع ازاي؟ هنستخدم ايه؟ هنستخدم الثوم اللي انا كنت مفرزاه في رمضان. هاخد منه كميه صغيره في الكبه، تمام، وهحط معاه. انت يعني بتستغل فرصه ان انا مش عارفه اتكلم؟ بعد الغدا هبتدي احط معاه كميه حلوه من الفلفل الحراق. تمام. لو عندك فلفل احمر كمان حطي. كل ما كان حراق كل ما بقى احلى. حط الفلفل كله. هنعصر كميه كبيره من الليمون ومش هنرمي القشر. بسرعه قبل ما ترميكي. هوريكم بنعمل ايه بقشر الليمون. اوجد الاختلاف. اللي هيلاقي اختلاف في الفيديو ده يكتب لي عليه ايه هو الاختلاف اللي هو شايفه دلوقتي. هنحط كميه من الملح، واخدين بالكم انتوا؟ وشويه من الكمون، وهنضرب لازم تبقى ناعمه كده. هنحط الكميه اللي كانت موجوده عندي في التلاجة، وادي الكميه اللي انا عملتها. هنقلب الخلطه بقى القديم والجديد مع بعض عشان كله يتجانس مع كله ونحشي بيه البدنجان. بس تميم مش هياكله عشان هو حراق. مش انت مش بتحب الحراق؟ لكن هتاكله؟ بجد؟ ماشي براحتك. خلاص تميم هياكل. ناخد حبه كده. ايوه حبه كده صح؟ حبه كده ونحط في العلبه. ونحشي. لا 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 معلش انت معلش. هنحشي بقى كميه البدنجان كلها بالطريقه دي وارجع لكم تاني. وجينا لاخر مرحله، البصل. زي ما انتم شايفين كده قشرت البصل كله وغسلته كويس جدا. البصل الابيض كمان زي ما انتم شايفين اتقشر واتغسل. جينا بقى لمرحله الفرم. هنستخدم الكبه بتاعت المهام الصعبه، وهنبتدي عادي جدا نقطع البصل على القطاعه كده. انا عارفه ان الموضوع متعب شويه في الاول، لكن بعد كده صدقيني هترتاحي جدا جدا لما تطلعي البصل كده جاهز من الفريزر على الحل على طول. هتلغي بقى الفقره بتاعت الكبه والتقطيع والكلام ده كله، هتستغني عنه لان انت اوريدي عملتيه. هنملى الكبه بتاعتنا كده بالبصل زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان البصل بيقعد معايا فتره طويله جدا وما بيسببش ريحه ولا اي حاجه وما فيهوش اي اضرار لما تفرزيه في الديب فريزر. الجميل بقى والاجمل ان احنا نحط مع البصل نفسه كام قرن فلفل حراق. هنقطعهم بالشكل ده كده وهنفرمهم مع البصل نفسه. عايزه اقول لكم ان طعم الفلفل الاخضر مع البصل وهو بيتشوح في حته سمنه بلدي بيدي تيست رهيب. جربيه هتلاقي فرق كبير جدا لما تشوحي او تحمري البصل كده لوحده او تحطي له فلفل. بصوا نحط كمان واحد
هنحط اي اضافات ولا ملح ولا غيره. تمام كده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بقى شكل البصل، شايفين الجمال؟ عايزه تعمليه خشن عن كده براحتك، انت المتحكمه في الكبه بتاعتك، يا تفرميه خشن عن كده يا تعمليه زي ما انا عاملاه. وهحضر الاكياس بتاعتي اهي اللي انا هعبي فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده شكل البصل بمنتهى البساطه والسهوله. هبتدي بقى دلوقتي احطه في الاكياس بتاعتي. انا بحب الاكياس دي اللي هي ذاتيه الغلق، عارفينها؟ اللي هي فيها كليبس كده من هنا. دي بتبقى مضمونه جدا لما بتيجي تعبي فيها الحاجه، ولا هتسرب ولا هتطلع هتتفك منك، غير ان الماتيريال بتاعتها كمان قويه، يعني مش خفيفه. وهبتدي بقى اعبي البصل بتاعي بالشكل ده. هتحطي بقى في كل كيس برضو الكميه اللي انت عاوزاها. عايزه تحطي كل طبخه، عايزه تعملي كل كيس وتاخدي منه عادي، برضو دي براحتك. ببطط الكيس بتاعي كده بالمنظر ده، وبعدين ببتدي اقفل الكيس كده. وطبعا انا طلعت الهواء كله منه. تسمعي التكه دي تضمني ان الكيس بتاعك اتقفل كويس. ببطط الكيس ليه؟ اولا علشان ما ياخدش مني مساحه في الفريزر، يعني لما يتحط مكبب هياخد مساحه، لكن لما يتحط مفرود فوق بعض مش هياخد نفس المساحه لما يبقى الكيس كوره. دي حاجه. الحاجه التانيه عشان لو انا عايزه اخد حته اكسرها كده تتكسر معايا بمنتهى السهوله، لو انا يعني مش عايزه اخد الكيس كله. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. يلا بينا نشوف عملنا ايه بقى من امبارح للنهارده. تعبنا يوم لكن هنرتاح عليه كتير قوي. اول حاجه طلعناها الباميه، وانا وريتها لكم اول ما خلصتها، بس انا حابه اوريكم الحاجه بعد ما جمدت. يعني بصوا هنا الباميه الويكا بعد ما جمدت في الكيس بيبقى ده شكلها. تمام. وادي الملوخيه برضو نفس الحكايه. وادي البصل، شايفين؟ دي كميه البصل. دي بقى الاكياس الكبيره، كان عندي اكياس كبيره استغلتها، لكن بعد ما حطيت فيها بقسمها كده نصين. هي هتتجمد على الوضع ده، عايز اخد نص الكيس هاخده، عايز اخد ربع الكيس هاخده، هيبقى سهل معايا خالص. ده بالنسبه للبصل الاحمر. البصل الابيض زي ما انتم شايفين كده انا بشرته. ليه؟ لان ده اللي بيخش في التتبيلات كلها، في الشوربه، في الحاجات دي كلها بيبقى فيه ميه كتير عن البصل الاحمر. شايفين الكميه اللي طلعت؟ ادي البصل الابيض والبصل الاحمر اهو. ده غير اللي كمان معانا هنا في درج الديب فريزر. تعبت يوم لكن هرتاح عليه كتير. التفريزات دي مهمه جدا، اهتموا بيها لان هي بتنجز في وقت الازمات. لو انت عندك عزومه، لو انت خارجه، لو جالك سفريه، لو جالك اي حاجه طارئه، يبقى عندك حاجتك في البيت، يا دوب ترجعي من بره تعملي الاكل في ثواني. يا رب الحلقه تكون افادتكم او استفدتم منها، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.